عليكم ورحمة الله وبركاته. انجرافك نحو القطيع تحت مسمى الكل يفعل ذلك يسلب منك عقلك وميزتك كإنسان قد خصصه الله لك. يعني ايه؟ يعني الناس كلها بترقص على التيك توك وبتربح. طيب يا عم، انا هقوم دلوقتي ارقص واربح. طيب ودينك حلال ولا حرام؟ لا، احنا عايزين نكسب فلوس. طيب كله مش عارف بيروح يعمل ايه عشان يكسب، هروح اعملها. بتبص، بتاخد عقلك كده وبتركنه على جنب، بتاخد عقلك وتاخد قلبك وكل شيء، تبقى كده انسان منجرف نحو القطيع. لا انت عارف دينك ولا عارف ايه الحلال ولا الحرام، تلاقي نفسك تائه. ثم يوم القيامة تجدها هباء منثورا. رسالة لكل واحد، لكل واحدة منجرف، ولما تجي تسأله بتعمل كده ليه؟ يا عم ما كله بيعمل كده. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يا عم دي ناس كتير بتعمل كده، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، لا يشكرون، لا يفقهون. انت تبع ايه؟ انت تبع نفسك، انت هتتحاسب على اعمال نفسك. مش هتوقف قدام ربنا تقول له والله يا رب ده كان كله بيعمل كده، فيقول لك لا كده صح. لا. اين عقلك الذي ميزك الله به؟ يعني لكل واحد، لكل واحدة، لكل حد كبير بيقلل من نفسه ويطلع يمسك التليفون عشان يحقق مكاسب وعشان يبقى مشهور، ويسلب هيبته ويسلب كرامته. وتلاقي واحدة لا مؤاخذة طالعة ملابس شبه عارية عشان تكسب وعشان تبقى مشهورة. والناس دي كلها يوم القيامة يا مولانا تلاقيها كده وقودها الناس والحجارة. ما هو في واحد قال أمال النار هيجيبوا لها حجارة من فين؟ ما هي دي حجارة النار. اوعى، إياك ثم إياك إنك تنجرف ورا الناس دي تحت مسمى الكل بيعمل كده عشان أنا أكسب. لا يا مولانا، أنت ممكن تكسب في الدنيا فلوس لكن هتخسر الآخرة، واللي بيخسر الآخرة ذلك هو الخسران المبين.